بما إننا في موسم المانجا فهنعمل أحلى ترمسيو بالمانجا وهيطلع معاكم حدوتة. في بولة هنحط فيها كريمة وكيس كريم شانتيه وشوية عصير مانجا ونقلب الأول كده عشان ما نتبهدلش. بعد كده نضرب ضربة حلوة وفي نص الضربة هنبدأ نحط 8 مكعبات جبنة كريمي ونكمل ضرب لحد ما توصل للحلاوة دي. نبدأ نشيلها على جنب. عندي بسكوت ليدي فينجر هنبدأ نحطه في العصير المانجا مكان القهوة، فاهمين قصدي؟ وعلى الهادي يا زبادي وتبدأ ترص رص الجاتوه يا بتوع البلاتو. والله الواد حدوته مدلعكم. هتبدا بقى تحطها كده وتحط عليها شويه الكريمه وفي النص هنحط قطع مانجا مخليه، واستعمل اي نوع انت تحبه بقى، سكري عويسي، اي نوع موجود في السوق او موجود عندك في التلاجة ابدا حطه مفيش مشكله. وترجع تعمل البسكوت تاني نفس الكلام زي ما عملت، واخر طبقه هتبدا تحط الكريمه. يا لهوي يا دي حدوته على الدلع. هتدخلها التلاجة حوالي ساعتين وهتطلع تحط على الوش جيلي مانجا كده وقطع مانجا. كل وادعي لي تشيل حاجات تحط حاجات براحتنا، المطبخ بتاعنا والاكله بتاعتنا ومحدش ليه حاجه عندنا. الحاجه اللي تحبها هي اللي تعملها. انا كده خلصت حلقه النهارده، يا رب اكون قدرت اقدم لكم حاجه تعجبكم. اشوفكم في حلقه جديده. سلام. اعمل سيف للحلقه دي عشان في دلع الفتره اللي جايه.